اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. يلا بسرعة مع بعض نعمل كبدة ال10 دقايق اللي ريحتها بتبقى واصلة آخر الدنيا، كبدة الشوارع اللي لما بنشمها بره بنبقى هنتجنن عليها ولازم نشتري منها. طب نجيبها من بره ليه واحنا نعملها بنفس الطريقة؟ أحلى وأجمل وأروع وأنضف. يلا بقى ندخل مطبخ الرضا، نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الكبده القمر دي ازاي. طبعا اهم حاجه في الكبده يا حبايبي، احنا بنجيب الكبده وبنشيل الطبقه اللي على الوش زي ما انتم شايفين كده، بتشتغل معانا بمنتهى السهوله. طب بتشيليها ليه؟ علشان وانت بتقطعي الكبده ما تفتولش منك، وفي نفس الوقت تكون معاكي سهله على طول. بنحوش بقى الطبقه دي بتطلع معاكي بمنتهى السهوله. طبعا الكبده اللي معايا دي هي كبده بلدي مش كبده اسكندراني، بس الاتنين بيتعملوا بنفس الطريقه، مفيش اي مشكله خالص. طبعا انت عايزه تجيبيها من عند الجزار مقطعه جاهزه مفيش مشكله، عايزه تجيبيها زي ما انا جايباها كده قطعه على بعضيها وبتقطعيها براحتك مفيش مشكله. اهم حاجه بقى في تقطيع الكبده معاكي ان الكبده لازم تحطيها في التلاجة شويه، بحيث وانت بتقطعيها تكون متماسكه تعرفي تتحكمي فيها. وفي نفس الوقت تاني حاجه ان لازم تكون السكينه اللي بتقطعي بيها الكبده تكون سكينه حاميه جدا، وتخلي بالك علشان ما تهريش معاكي الكبده وانت بتقطعيها. تالت حاجه بقى وهو تقطيع الكبده، عايزه تقطعيها تقطيع عصافير مفيش مشكله خالص، عايزه تحبي تعمليها شرايح رفيعه برضو دي بتاعتك. تقطيع الكبده ده انا سايباه اختياره لك انتي. قطعت الكبده زي ما انتم شايفين يا حبايبي هنا، وبدات بقى ايه، مش هحط لها لبن ومش هحط لها اي حاجه من الحاجات دي خالص، ومش هيبقى فيها اي ريحه زفاره. تعالوا بقى مع بعض كده نشوف هنعمل اهم حاجه الخلطه بتاعتها. بدأت زي ما انتم شايفين يا حبايبي، جبت كده قرنين فلفل حامي كده او احمر، وطبعا معاهم قرنين فلفل تاني اخضر. طبعا الفلفل ده حريتك انتي، احنا طبعا بنحب السبايسي فدايما بحب اعمل اكلي صراحه كله سبايسي. وطبعا كده يعني راس توم محترمه كده معايا بحيث ان هي كبده توم. وبدات انزل زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده في الكبه بتاعتي، فرمت الاتنين. ايه فايده الكبه هنا؟ احنا الكبه علشان مش عايزينها الخلطه بتاعتنا دي تنزل منها ميه خالص، انا عايزاها ناشفه زي ما انتم شايفين كده. اما بالنسبه للهون بقى، يعني الهون بينزل الميه بتاعتها، ده الفرق ما بين الكبه وما بين الهون. بس طبعا لو مش موجوده الكبه فهنعمل في الهون مفيش مشكله. حطيت عليها بالظبط كده قد ربع كوبايه من الخل، وطبعا حطيت معلقه كزبره ناشفه ومعلقه كمون وفلفل اسود، حاجه بسيطه يعني. الفلفل الاسود ما تكتريهوش لانه بيغير لون الكبده. وطبعا حطيت الملح بتاعي، وهبدا انزل كده بعصر ليمونتين حسب الليمون بتاعك. لو الليمونه كبيره يبقى هي ليمونه واحده كفايه، الليمونه اللي عندك صغيره يبقى حطي 2. وكده الخلطه بتاعتي جاهزه، ومش هنكتر التوابل علشان ما نضيعش ريحه الكبده. اكتر منه فلفل اسود، معلقه صغيره جدا فلفل اسود، ومعلقه كمون، ومعلقه من الكزبره الناشفه، ودي اهم حاجه عندي. جبت بقى الكبده زي ما انتم شايفين كده، وانا هقسم معايا التتبيله بتاعتي على 3 مرات. حطيت معلقتين كبار كده على الكبده بتاعتي، وهسيبها بالظبط بتاع 10 دقايق او ربع ساعه لما كده يعني تشرب من التتبيله بتاعتها براحتها، وهرجع لكم تاني. طبعا بالنسبه للكبده يا حبايبي في كتير قوي بيقولك الكبده بتتغسل، لا الكبده ما بتتغسلش، لان الكبده دي سائل. الكبده ديت عباره عن كيان دموي، الكيان الدموي كل ما تغسليه كل ما يبدا ينزل الدم اللي فيه. فطبعا احنا بنستكفى ان حراره الطاسه اللي احنا بنعمل فيها دلوقتي ديت لا قدر الله لو في اي ميكروبات في الكبده هي بتخرجها، يبقى لا احط لبن ولا هغسل علشان الحاجات ديت بتخلي ريحه الكبده تغير. طبعا حطيت معلقتين زيت محترمين كده، شويه زيت محترمين كده. وكان عندي الليه يا جماعه، الليه ديت بتخلي الكبده تروح في حته تانية. كبده الشوارع بيحطوا لها الليه ديت، فعشان كده احنا بنشم الريحه ونبقى هنتجنن عليها واحنا ماشيين. الزيت سخن، نزلت بالليه ونزلت بمعلقتين من التتبيله بتاعتي اللي كنت عاملاها. واول ما عرفت كده ان التتبيله خدت لون بدات انزل بالكبده زي ما انتم شايفين. مش هقلب الكبده خالص، انا هفردها كده بس لحد ما تبدا تاخد لون من تحت زي ما انتم شايفين، وبعد كده ابدا اقلب، لان كل ما اقلب فيها الكبده هتخلي الطاسه تحت تبرد، الجريل بتاعي يبرد، وبعد ما يبرد هيبدا ان الكبده تنزل الدم. فاحنا لا بنسيبها لحد ما تاخد وش من تحت خالص، وبعد كده نبدا نقلبها على الجنب التاني زي ما انتم شايفين. هقلب بقى زي ما انتم شايفين كده لحد ما احس ان الكبده بتاعتي كده اللون بتاعها اتغير وبدات تدخل على تسويه. تعالوا بقى كده قربوا كده، شموا 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 شموا، يا سيدي يا سيدي على الجمال يا سيدي.
طبعا اللي انا هعمله دلوقتي، انا معايا بصله مخرطاها رفيع جدا، هبدا انزل بالبصله ديت، هتديني ريحه حلوه قوي وطعم ولا اروع وريحه مفحفحه. طبعا في كتير ممكن يختلف معايا في موضوع البصله دي، بس بصراحه انا حباها جدا وبعملها كده. ممكن تستغني عنها لو مش عايزه تحطيها، مفيش مشكله، بس صدقوني البصلايه ديت بتخلي طعم الكبده سكر، بتدي لها قرمشه كده وتخلي طعمها حلو قوي. اخر حاجه بقى هنا نزلت معايا زي ما انتم شايفين باخر معلقتين من التتبيله بتاعتي، علشان يدوني بقى ريحه ايه. الناس كانت بتخبط عليا وتقول لي عايزين سندوتش كبده يا ام احمد، بتبيعي الكبده بكام؟ بس احنا طبعا بيوت كرم، اللي بيجي عندنا يا الف مرحب بيه. ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما انتم شايفين يا حبايبي ريحه الكبده كانت جميله جدا. ما شاء الله طالعه جميله جدا، ويعني ما خدتش وقت معايا، كبده ال10 دقايق زي ما احنا بنقول. امشي بس بالطريقه بتاعتها تطلع معاكي زي الفل. اخر حاجه بقى هحطها لها خالص وهي الفلفل، اللي انت عايزه تحطيه حطيه. انا كان عندي فلفل الوان كده حطيته طبعا عشان ايه، نخلي كده شكل الكبده تزغرط في الطاسه بتاعتها. طبعا احنا مش عايزين الفلفل، بنخليه للاخر خالص، بحيث ان احنا عايزين طعم القرمشه بتاعته كده ما نخلوش يتطرى. وبدات زي ما انتم شايفين كده، هبدا اظبط الملح بتاعي وهقلب تقليبه بسيطه، وهشوف بقى الكبده بتاعتي استوت ولا ايه. طبعا ده كله على نار عاليه. هنا زي ما انتم شايفين الكبده كانت استوت معانا وكانت سوا كهرمان ما شاء الله. مش عارفه شفت الكبده شرقت ليه، مش عارفه في ايه بالظبط. على ما شفت الكبده كده وافتكرت طعمها وريحتها، بصيت لقيت نفسي شرقت خالص. هنا بقى كان خلاص الكبده معانا خلاص يا حبايبي، هطفي عليها بقى او طفيت عليها النار. بدات بقى كده عايزه اخلي بقى ريحه الفحم الجميله دي فيها. جبت فحميه كده كنت حطاها على النار وحطيتها زي ما انتم شايفين، وغطيت. طبعا لقطه التغطيه دي ما جاتش، وتغطي عليها بتديكي ريحه تحفه، وبتنزلي عليها بشويه زيت فبتطلع الدخان بتاعها زي ما انتم شايفين. هنا بقى كنتوا شايفين الزيت بتاعها يعني نازل ازاي ما شاء الله من الكبده، وريحه الكبده كانت حكايه بصراحه، ريحه وطعم وحاجه كانت ولا اروع. بسم الله تبارك الرحمن، شكل السندوتش معايا كان تحفه. طبعا مع كده معلقه طحينه كده من على الوش، هتاكلي احلى كبده، واحلى من الكبده اللي بتشتريها من بره. ما انتش عارفه هي نظامها ايه، او كبده نظيفه وحاجه عاملاها على ايدك وضامنه نظافتها، وفي نفس الوقت بسم الله ما شاء الله قطعت كميه معايا حلوه جدا. قومي بقى اعمليها وما تكسليش. بتمنى طريقتي في الكبده كده تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايكات من ايديكم الحلوه لمطبخ الرضا.